انا قلت من الاول دي مضيعه للوقت. الجينيوس بتاعنا هو اللي هيخلص. اهو وصل. ازيك يا جينيس، اخبارك ايه؟ تمام يا جينيس، انت عامل ايه؟ كله تمام. النهارده هنكمل كلامنا عن الاي اي، وكلمنا قبل كده عن الاي اي هلوسينيشن، وادينا تشبيه بسيط كده زي ما تبقى تايه في حته في مصر بالعربيه وتسال حد يقول لك هو قال لك فين، او يقول لك مكان غلط، عمره ما يقول لك لا. هي دي نفس فكره الاي اي هلوسينيشن. هو مش هيديك اجابه يقول لك ما اعرفش، هيحاول يرتجل من عنده باقرب اكزامبل انت اديتهولي، فده بيدي اجابات خاطئه. طيب، ده معناه ايه؟ معناه ان الاي اي لسه في الانفنسي بتاعه، يعني بالظبط زي اكنه طفل صغير. لازم تعلمه كل حاجه من الصفر. لو انت مثلا بتكتب كود، او انت مثلا عايزه يعمل لك ريسبوند على عامل اي اي ايجنت مثلا على تويتر، وعايز يعمل لك ريبلايز معينه لتويتس معينه، لازم تقول له بالظبط انت عايزه يرد ازاي، عايز التون بتاعه يبقى عامل ازاي، يبقى فريندلي ولا يبقى اجريسيف ولا يبقى هيومن ساوندنج. فكل دي بارامترز لازم تتحط، دي بتسمى بالاي اي برومبتنج. الاي اي برومبتنج من اكتر الحاجات المطلوبه اليومين دول في سوق العمل، لان الواحد يبقى عارف ازاي يسخر الايجنت ان هو يطلع النتائج الصحيحه. انت شايف ان الاي اي برومبتنج دي حاجه بتدرس مثلا، ولا ايه اللي المفروض يتعمل بالظبط؟ يعني ليها كورسات مثلا زي البرمجه كده ولا ايه؟ طبعا هي ليها كورسات زي البرمجه، بس انا دايما بقول احسن حاجه ان الواحد يخش يجرب ويتعلم بنفسه. يعني ايه؟ يعني انت عندك الفري فيرجن من شات جي بي تي، افتحه وحاول تكتب ارتكل مثلا، وشوف ازاي ممكن تغير التون او تغير معنى الارتكل بيست على البارامترز اللي انت بتقولها له. مثلا عايزين نتكلم على التعدد السكاني في مصر، ممكن تخليه يكتب ارتكل يقول لك ليه التعدد السكاني ده حلو، وممكن تكتب ارتكل تاني ليه التعدد السكاني ده وحش. فانت لازم تحط البارامترز دي وتعملها بطريقه اللي انت بتخطط لها وبتعمل لها بلاننج. الفلو بتاع الدوكيمنت بتاعك ده شكله عامل ازاي، والكلام ده يطبق على الكودينج، على الجرافيكس، على الانيميشن. وطبعا احنا برضو في نقطه هنا، ان الناس كلها خايفه ان شغلات الكودينج والانيميشنز، ان الاي اي ايجنتس هتاخدها وكلنا هنبقى جوبلس سون. الكلام ده مش قبل 5 سنين اعتقد، يعني احنا لسه في زي ما قلنا في الانفنسي، في لسه كأنه طفل بيحبي يعني. لان زي ما انت شفت واحنا جربنا اكشلي ان احنا نستخدم الاي اي انيميشن للبودكاست بتاعنا، الاند ريزلت مش جيد وغالي جدا. يعني احنا بنتكلم على 6 ثواني تقريبا، عايز توكنز ب $20. فان انت تعمل مثلا فيلم شورت او تعمل حاجه، الموضوع مكلف، فلسه ما وصلناش للمرحله ان هو يبقى فري تو يوز. اه، بس المرحله دي يعني كده كده جايه. هو الفكره هنستعد للمرحله دي ازاي؟ يعني انت عندك ملايين الوظائف ممكن تطير خلال 5 سنين. لان احنا حقيقي خلي جدا. بالك، احنا بنشوف برضو دلوقتي الموضوع بيتطور وكل يوم فيه تولز جديده. يعني I came across a community كده اللي هو Hugging Faces، ممكن برضو تكلمنا عنه وتقول لنا ال AI واصل لفين، ايه التولز الجديدة اللي موجودة والصين بتعمل ايه؟ ماشي، هاجينج فيسز ده بالظبط عامل زي الاب ستور او جوجل بلاي ستور. ده الستور بتاع كل الاي اي ايجنتس اللي موجوده حاليا في السوق. دي بتبقى ايجنتس ناس عاملاها، وبتبقى ايجنتس مش شرط ان هي تبقى من شركات كبيره، ممكن تبقى من اشخاص، ممكن تبقى من شركات صغيره بتحاول تلاقي فاندنج، فبتوري هم يقدروا يعملوا ايه. فانت بتخش على هاجينج فيسز وبتكتب انت عايز تعمل ايه، تكست وفيديو، تكست فويس، حسب الكوماند اللي انت عايزه بيطلع لك كل الايجنتس اللي بتعمل الخاصيه اللي انت بتسال عنها دي. فكرته حلوه ليه؟ لان هو ده فري تو يوز، وبيوريك بقى كل الايجنتس حتى اللي انت ما تعرفهمش زي ما قلنا، بس بقى من الصين ومن اليابان، وطبعا فيرجنز من ال ال ام بتاع ديب سيك والمناطق دي. فهو حلو في الحته دي كاكسبلوريشن، لو واحد عايز يتعمق في الاي اي ويبقى عنده الاسيت ان هو يحطها على السي في او يشتغل فيها. طبعا ده ستيبنج ستون هايل جدا ان هو يشوف المواضيع دي ازاي بتحصل، وازاي ممكن استخدم الايجنتس دي ان انا اعمل تاسك انا عايز اعمله. تمام، ده كلام جميل جدا. نيجي بقى لحتة الوظائف اللي هتطير خلال 5 سنين لو احنا مشينا بالمعدل ده. انت شايف لو انا راجل بروجرامر مثلا، ايه اللي انا المفروض اعمله عشان احافظ على وظيفتي مثلا؟ تمام، هو الفكره ان احنا دلوقتي في
البروجرامينج بنستخدم براكتس وبنستخدم اف ال ستيتمنتس وكلام من ده. خلال 15 سنين احنا هنبص على الفتره من 20 سنه اللي احنا عايشينها دلوقتي وال10 سنين اللي فاتوا، وهنقول ازاي كنا بنستخدم الكلام النونسنس ده واحنا بنكتب كود. الموضوع هيبقى بلين انجلش، واعتقد انت عندك اكسبيرينس في الحته دي، في كود بيس انت عملته بيساعدك في حاجه ممكن تقول لنا عليها بعد ما اخلص. بس هي الفكره كلها ان انا ازاي بسال، ازاي بسخر الايجنت ده. يعني ممكن دلوقتي افتح تشات جي بي تي واقول له اعمل لي جيم على الاب ستور، هيعمل لي. بس هل الجيم دي كويسه ان الناس هتعمل لها داونلود وهتروح تعمل لها فايراليتي؟ الجيم دي الميموري يوسج بتاعها عامل ازاي؟ فطبعا الواحد يبقى عنده الاندرستاندنج بتاع البروجرامينج، فلما بعد كده لما الشات جي بي تي يديني الكود واجي ابص عليه مثلا الاقي فيه ميموري ليك عايز يتصلح، ساعتها اقدر اقول للشات جي بي تي والله في سطر كذا انا شايف ان ده ايرور صلحه. ده طبعا هيفيد وهيبقى مفيد جدا ان انا يبقى عندي بيسك اندرستاندنج للكود. حتى كمان 10 سنين لما نبقى كومبليتلي اجنتك اي اي ايكونومي، ويبقى كل حاجه بالاي اي، الناس اللي عندها البيس ان هي فاهمه ازاي البرامج بتشتغل والكود بيشتغل، الوظائف اللي هتتخلق في الحته دي هتبقى اكتر بكتير جدا من اللي احنا شايفينه دلوقتي في البرمجه. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. بس يعني اللي انا حاسه ان احنا ممكن لو شركه مثلا عايزه تعين دلوقتي 10 بروجرامرز، ممكن يعينوا بروجرامر واحد شاطر ويتعامل هو مع الاي اي عشان يوفروا وقت ويوفروا فلوس. يعني انا حاسس ان احنا رايحين للحته دي يعني. ده حقيقي احنا رايحين في الحته دي، وكلمنا احنا اوف لاين انا وانت على ارتكل من واي سي كومبينيتور. طبعا واي سي كومبينيتور دول اشهر ستارت اب اكسلريتور في العالم، والسي او بتاعهم كان بيقول ان 25% من كل الستارت ابس اللي هو مولهم يعني كان الكود بيس بتاعهم كومبليتلي اي اي، بس هم ناس من كودينج باك جراوند. طيب اللي احنا بقى بنقوله هنا ايه؟ بنقول ان الكودينج ده يعني اللي احنا عارفينه ان احنا نقعد نكتب انبوت واوتبوت ونستخدم جافا سكريبت وسي بلس بلس، مش هو اللي هيبقى اللي عليه الهايب. احنا شفنا تقريبا من سنة 2000 ل 2024 يعني الهايرنج في البروجرامينج ده كان واخد كيرف عامل بامب رهيب مقارنة بالأيام دي. لو تبص على الكيرف ده، وأعتقد إحنا ممكن نوري ده على السكرين، يعني إن الكيرف ده واخد عامل كريسمس تري زي ما أنت بتقول لي، واخد دامب رهيب أو نازل بطريقة غير عادية. لأن دلوقتي الناس بتلاحظ أنا ليه مثلا يبقى عندي زي ما أنت بتقول 10 بروجرامرز كل واحد أدفع لهم افريج قد كده، وأنا أجيب واحد كودر جامد جدا أو أجيب اتنين تلاتة والباقي يبقوا اي اي. المنظومه دي موجوده فعلا بس في الشركات التقيله اللي هي بقى اوبن اي اي، جروك، اللي هي عندهم اوريدي ريسيرشرز وناس شايله الموضوع من تحت. فمش شرط ان هم يبقوا بروجرامرز، بس هم فاهمين ازاي الاي اي ال امز دي بتشتغل وبتتكلم، فهم يقدروا يتكلموا مع المين او السينيور بروجرامر ان هو يلاقوا حل لل وات ايفر سوفت وير او وات ايفر ايكويشن هم بيحاولوا يحلوها. لكن للايميديت يوسج يعني للشركات الصغيره ما اعتقدش ان احنا لسه في المرحله دي قوي. يعني اعتقد ممكن كمان سنه باي ذيس تايم نيكست يير اللي انت بتقوله ده هيتحقق فعلا. طيب انا عايز احكي بقى على التجربه اللي انا مريت بيها مع الاي اي في موضوع البرمجه ده اتفضل. لسببين. يعني اولا هي هتورينا الاي اي ده ممكن يكون رايح على فين. ثانيا هي حاجه ممكن تنفع اي حد لو تعرض لنفس الموقف. يعني انا اللي يا حصل ريت. يا كينياس ان انا محفظتي اتهكرت، او هو محفظه من المحافظ بتاعتي اتهكرت. دي ومن محفظه المحفظه دي كان فيها الكريبتو بس كوينز. عشان دي ايه؟ محفظه الكريبتو بس عشان نوضح. اه محفظه كريبتو وكان فيها كوينز. يعني ما كانش فيها كوينز كتير بس كان فيها كوينز، يعني مش مبلغ كبير يعني. يعني اتهكرت ازاي دي حاجة ممكن نتكلم فيها في موضوع منفصل. بس الفكرة بقى انا عملت ايه لما عرفت ان ده حصل. اولا احنا عارفين ان احنا عشان نتداول يعني عشان الهاكر ده يعرف يبيع اي حاجة من المحفظة محتاج العملة اللي هي اللي هيدفع بيها الجاس فيز بتاعت النتورك زي الايثيريوم مثلا. فانا اول حاجة عملتها فضيت المحفظة من الايثيريوم، وبعد كده رحت لعم شات جي بي تي قلت له يا عم الحاج انا حصل لي واحد اتنين تلاتة، قول لي اعمل ايه. ابتدى يطلع لي في حلول ان انا مثلا ابعت جاس للمحفظه وانقل التوكنز دي. قلت له مش هينفع، الهاكر ده اي حاجه هتنزل في المحفظه هيشفطها.
فانا عايز سكريبت يسحب لي التوكنز اللي في المحفظه دي من غير ما تتسرق. عمل لي سكريبت وقال لي ازاي اعمل له ديبلويمنت. انا طبعا ما بفهمش اي حاجه في البروجرامينج، فانا اخدت الخطوات زي ما هي منه وابتديت اعمل ديبلويمنت للسكريبت ده واشغله. لما شغلته اكتشفت ان الجاس فيز اللي انا بعتها عشان اسحب العملات قبل ما تتسرق اتشفطت قبل ما العملات تتسحب. فرجعت للشات جي بي تي قلت له يا عم الحاج، دلوقتي الهاكر ده عرف يسحب الجاس فيز اللي انا حطيتها قبل ما انا اقدر اخد العملات بتاعتي. فقال لي طيب بص، احنا هنستعمل حاجه اسمها فلاش بوتس، دي هتخبي الترانزاكشن بتاعتك. وعمل لي سكريبت جديد. اخدت السكريبت الجديد شغلته في 3 ثواني يا باشا. السكريبت الجديد اشتغل وبعت لي عملاتي على محفظة جديدة وأمن لي الدنيا وكله تمام وزي الفل. ده اللي أنا كنت عايز أقوله لك في تجربتي معايا يعني في السكريبتنج على البلوك تشين. ده كلام جميل وفعلا في يعني مثلا في محله في اللي احنا بنتكلم فيه. هو بس المشكله ان الناس كلها خايفه، لان طبعا الترند اليومين دول ان كله بيتكلم على الاي اي، وكميه الريلز والبوستس اللي بنشوفها على الاي اي بتهرون الناس. ولازم تفهم حاجه، وكلنا نفهم ان معظم الماركتنج اللي بيتعمل على الاي اي ده ممكن ما يبقاش حقيقي. يعني احنا شفنا كتير قوي يقول لك تكست تو فيديو بالذات، او تكست جيم، ان هو يعمل لك جيم مسخره كامله. الكلام ده لسه ما وصلناهوش. هو بيوريك ان هو اتعمل في كلوزد انفايرمنت ماشي، بس هل موجود للبابليك؟ لا، لسه قدامه شويه. وده طبعا بقى زي ما اتكلمنا على موضوع التوكنز، ان هو بيبقى عايز زي تمويل، وعايز جي بي يو، وعايز حاجات كتيره جدا لسه ما وصلناهاش في المرحله دي. اه طيب. يعني احنا محتاجين طبعا ريسورسز كتير قوي. بس بالظبط. في حاجات يعني يعني من التولز اللي انا شفتها وانا شايف ان هي بتعمل يعني بتطلع حاجه ممكن تستخدم بابليكلي. سونو مثلا اللي هو بيعمل ميوزك. يعني انا دلوقتي مش محتاج اشتري ميوزك لو انا محتاج ميوزك للكونتنت بتاعي. ده ممكن يكتب لي ليركس ويعمل لي اغنيه لو انا عايز، وبيطلع كواليتي حلوه جدا. حقيقي جدا، حقيقي جدا. و... وكان في مثل اكشلي الواحد عمل الموضوع ده وحطهم على سبوتيفاي وعمل منهم فلوس كتير اكشلي. وبعد كده سبوتيفاي جت قالت له لا، المزيكا دي ما ينفعش، وشالوها له. بس اللي انت بتقوله فعلا حقيقي يعني. وشفنا اغاني كتير قوي، مغنيين ما غنوش اغنيه بيغنوها هم، وشفنا فيرجنز كتير قوي من الموضوع ده. او ده جرين موضوع حته المزيكا ان احنا ممكن يبقى فولي ديفلوبد فعلا، بس لسه في الحاجات التانية اللي هو الايجنت يبقى هو بقى المسؤول عن الكود بيس بتاع شركة كاملة، لسه ما وصلناهوش قوي. والحاجة الأخيرة اللي احنا ممكن نتكلم فيها إن الناس محتاجة تبص على موضوع الاي اي ايجنتس دي. أكن أنا بديك اكسترنال هارد درايف في اي كيو. أنت دلوقتي الاي كيو بتاعك 50، الاي كيو بتاعك 70 اي كيو، اللي هو ذكائك الطبيعي عامل ازاي. تخيل انا بقى بديك بقى اكسترنال هارد درايف في اي كيو 200. فانت لازم تسخر ده، لازم تحسن الاوتبوت بتاعك في الشغل باستخدام الاي كيو الزياده اللي جالك ده، الاكسترا ستورج اللي جات لك، او الاكسترا اي كيو اللي بره ده، بالطرق اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي بالبرومبتنج. وده بيجي بالممارسه، ان انا مثلا بدل ما اجي افتح اكتب ايميل، بعد ما اخلص الايميل قبل ما ابعته اخش على شات جي بي تي اقول له بص على الايميل اللي انا كتبته، تشيك فور فويس اند تون، الاكشن بالايفنتس ايه، هل انا كلامي واضح. تمام، يعني انا استخدمه كمان ولو انا مش عشان عارف ازاي يساعدني. اساله برضه. كمل معلش. كنت بقول لك بس ان انا يعني المفروض استعمل الاي اي كأداة عشان احسن البرودكتيفيتي بتاعتي. بالظبط كده اهو. كل ما ده حصل وكل ما احنا استخدمناه في الوقت الحالي، فانت بتفرق عن ناس كتير قوي بقى في السي في. يعني فان انت تبقى كاتب بس ان انت عندك اندرستاندينج او عندك يوز كيس للاي اي، ده اوريدي بيحطك في يعني في بدايه السبق. لان ناس كتير قوي لسه ما بتستخدمش الكلام ده، او لسه مش عارفه، سبيشالي في البلاد الناميه يعني. فلازم الموضوع ما يبقاش احنا قاعدين خايفين منه. لا، انا هتعلمه وهستعمله، وهو ده بسببه اللي هيديني ماي نكست بوزيشن، او هيديني النكست ريس بتاعي. لان انا مثلا ليتس سي انا في تيم 10 مثلا، كلنا بنشتغل في محاسبه. لو انا بستخدم الايجنت بتاعي ان هو يساعدني في المحاسبه دي، ان انا بخلص شغلي اسرع وبدي اكيوريت انسرز وبدي بريدكشنز بالاي اي احسن، طب ما انا الليدرز هيشوفوا ده ويقول لك اوكي، ما ده يتعمل له بروموشن عشان ده رايح في الدايركشن اللي العالم كله رايح فيه. ده كلام حلو قوي. يعني انا كنت متخيل ان الناس، يعني انا لو بوظف حد هبقى خايف شوية لو هو بيستعمل اي اي.
بس كلامك ده بيقول العكس، يعني بيقول لا بالعكس، يعني انا لو الاي اي هيطلع لي ريزلتس احسن يبقى واي نوت. ما هو دي برضو حاجة برضو من المخاوف، وخاصة بتحصل في الانترفيوز وبتحصل في البرمجة. يعني أنا عندي في التيم بتاعي مثلا يبقى واحد جونيور مثلا جاي مبرمج، بعرف على طول ان هو مستخدم شات جي بي تي، لانه مثلا يوريني الكود مستخدم طريقة ما من الكتابة فيري كومبليكيتد. زي ما انت تكون مثلا هتكتب كتاب لأول مرة، أول مرة في حياتك تكتب كتاب شخصي يعني عايز تعمله بابليكيشن، والاقيك كاتب يعني بطريقه ولا اكنك نجيب محفوظ. طب ما هو اكيد ده مش انت، فاهم قصدي؟ بالظبط. وفي كمان اسمه ايه ده، انا سمعت يعني مش هي مش سكام، بس انت في ناس كتير بتشتغل اونلاين فبتعمل انترفيوز اونلاين، فساعات الراجل الانترفيور بيلاقي ان اللي بيكلمه اصلا اي اي، مش الكانديديت نفسه. بالظبط بالظبط. واعتقد انت جربت حاجه زي كده مرت بيك يعني. بالظبط. مم. لا والله، والله، بودكاست جميل وفيه معلومات كويسة. والله سعدت بلقائك كالعاده يا جينيوس، وهنتكلم في المواضيع دي وزياده اكتر، وشكرا ليك. حبيبي يا جنيس، عايزين المرة الجاية نتكلم في الانفراستراكشر سايد بقى، الكمبيوتنج بقى والباندوتس والحاجات اللي هي في الباك جراوند شوية. خلاص، يبقى نعمل كده فعلا، ونتكلم بقى على الداتا سنترز واليوسج والكلام ده. إن شاء الله يا جنيس. حبيبي، يلا مع ماشي، السلامة. مع السلامه.